فتاة بعمر 15 سنة دافعت عن شرفها لين آخر نفس. سنة 1996 انولدت البنت لأب وأم جزائريين في مدينة تلمسان، وإن شاء الله قاعدة أقول اسمها صح. هذه البنت كانت مرة جميلة وسموها سارة، لكن للأسف الحياة الوردية ما راح تستمر، لأن ب2010 كل شيء راح يتغير. في سبتمبر سنة 2010 يقرر بومدين ياخذ أطفاله ويسافر من فرنسا، وبالتحديد من مدينتهم مرسيليا، يروح فيهم على السعودية. هذا طبعا بغرض فريضة العمرة. يعني سارة ما كملت 15 سنة، وبالفعل جهز الأوراق ووصلوا على السعودية في شهر سبتمبر، واللي كان وقتها يوافق شهر رمضان الكريم، لين ما انتهوا من أداء مناسك العمرة كلها. وخلال هالوقت كان كل المقيمين بهالفندق تعرفوا على سارة خلاص، اللي اختفت فجأة بعد ما انتهوا من مناسك العمرة. وين راحت سارة؟ ما هي متعودة تغيب عن أهلها ولا تخرج بدون استئذان ولا تكذب. بدأ الأب المسكين يدور على بنته في كل الفندق. وصل بومدين على سطح الفندق المجاور، لقى الشرطة في كل مكان، وفعلا نظرة واحدة على الجثمان كانت كافية أن تصدم بومدين بالحقيقة اللي كان قاعد يهرب منها. الجثة كانت لطفلته سارة. وفي التحقيقات كان الكل مرة مصدوم من اللي صار بسارة، لكن الكل نفى انهم شافوها بيوم الحادث. وبين العمال كان في عامل واحد بس كلامه كان مرة مختلف عن الباقي، ومو بس كلامه، لا، هي حالته بالعموم كانت غريبة. هالعامل هو عمار، شاب يمني عمره 28 سنة، مقيم بالدور ال16. عمار قال انه ولا مرة شاف سارة، وهذه القصة ما يعرف عنها شيء. وفي الوقت اللي كانت الشرطة قاعدة تستجوب فيه عمار يحاول يفهم ايش ورا حادثتك المريبة دي، دخل عليهم الغرفة صديق عمار، شاب اسمه جلال، وهو كمان يمني الجنسية. الغريب ان جلال هذا كان مصاب وعنده كذا جبيرة في يده، مجبس يعني. ولما سألوه الشرطة وين كنت، قال انا طحت على ذراعي وكنت في المستشفى قاعدة اجبسها. من الاخر عمار وجلال ابدا ما كانوا مريحين لرجال الشرطة، وبسبة كذا تم التحفظ عليهم بالقسم. وهناك أول شيء سوته الشرطة إنهم طابقوا عينات الدي اللي لقوها على ملابس سارة وجثتها بعينات عمار وجلال، وفعلا ما خاب ظن الشرطة. طبعا ما يحتاج أقول، العينات متطابقة، وعمار غير أقواله وقصته تماما. اليمني لا تأمنه حتى لو يتربى في بيتك وتزوجه وكل حاجة، شوفه باين حدك وباينكر الجميل في أي مرحلة من مراحل عمره. لما واجهتهم الشرطة بتحليل العينات، قال عمار إنه فعلا يعرف سارة من أول يوم دخلت في الفندق. كانت تزوره كثير في غرفته هو وأصدقائه، يقضوا مع بعض وقت، لين ما جاء اليوم وعلاقتهم تطورت للحب. صراحة أنا ماني مصدقة، البنت قعدت كم يوم حتى يصير ما شاء الله تطور لعلاقة حب، وبعدين كم عمرها وكم عمرك. المهم على كلامه إنه بدأت سارة تزوره بالغرفة أكثر من مرة هي بس، لين ما بيوم دخل عليهم صديقهم جلال وبدأ يصرخ عليهم لي كيف تسوي شيء بهالبشاعة، لأن سارة بعدها قاصر وأبوه قاعد يدور عليها في كل مكان. عمار قال هنا سارة فقدت أعصابها تماما من عرفت إن أبوها قاعد يدور عليها بالفندق، ومن خوفها فكت الدريشة ونطت، إنه تحاول تهرب من أبوها، لأنه طبعا لو شافها مع عمار بالغرفة راح يقتلها بيده. طبعا هالسيناريو ما دخل راس الشرطة ولا دخل راسي، وإن شاء الله ما يكون دخل راسكم. وبالأخص إنه كيف يظهر دي جلال على جسد سارة، وهو كل اللي سواه إنه شافهم بس، ما شاء الله الدي يطير وكمان فكرة إنه سارة تنط أو تقفز من هالارتفاع خوفا من أبوها ما هو منطقي. وبالأخص إنه مبين سطح الفندق المجاور مرة بعيد، لأن الفندق اللي كانت تقيم في سارة 16 طابق، في حين الفندق اللي جنبه 9 طوابق بس. سارة قفزت وهي تعرف إنه هي ما راح تنجو من هذه النطة أبدا. هذا السبب كملت الشرطة تحقيقاتها، بالأخص لما وصل تقرير الطب الشرعي. تعرفوا هذا كذا اللي يجيب الخلاصة، الزبد. الطب الشرعي ترى أكد أشياء مرة كثيرة، وهذه الأشياء غيرت اتجاه التحقيق تماما. لما ثبت إنه سارة تعرضت للاعتداء، وإنه جسدها بس مو متأثر بالسقوط، لكن كمان مليان بكدمات يدل على ان هي انضربت قبل النطة ومحاولة لاعتداء جنسي. هنا غير عمار اقواله للمرة الثانية الثالثة، والله صرت عيد. فقال عمار فعلا احنا اعتدينا على سارة، لكن ما يجمعهم علاقة ابدا، وكل اللي صار انهم شافوا سارة بالاسانسير او المصعد فاعتدوا عليه واخذوها معهم من الغرفة بقوة. لكن سارة طبعا ما كانت صيدة سهلة، صارت كذا تدافع عن نفسها بتايكوندو اللي هي تعلمته في فرنسا، ولهذا السبب يد جلال انكسرت. وبعد ما حاول معها اكثر من مرة في فك
فكت الشباك ونطت حتى تهرب من بين يدهم، لكن هم ما رموها. شوفوا لسه يحاول يهربوا كذا عشان ما يقولوا انه ترى حنا اللي دفينا. تم الحكم عليهم بالمؤبد، لكن هذا الحكم طبعا بالنسبه لابو ساره واهلها ما كان كافي، بالاخص انه هالوقت قبل ما يظهر الحكم كانت طلعت اشاعات مره كثيره قاعده تضر سمعه ساره وعائلتها، وانه طبعا القصه انعرفت بكل مكان في السعوديه وقتها، ووصلت كمان للجزائر، انه هالبنت اغوت الشباب بعدين قتلت نفسها. كلام صراحه ما يدخلوا عقل. وانه طبعا كل ده صار بالحرم المكي، وصارت الاخبار تتنقل بعناوين زي علاقات غراميه بالحرم المكي وغيره من الاشياء اللي اشعلت غضب بومدين. لكن الحق مسير ويبان. تم تشييع جثمان ساره، لهذا السبب تكون انولدت بالجزائر وعاشت بفرنسا وماتت بالسعوديه واندفنت هنا. لكن القصه ما انتهت هنا، وحق ساره رجع لها بعد ب11 سنه كاملين، وسنه 2021 انحكم بالاعدام. تم تنفيذ الحكم بأول أيام عيد الأضحى. طبعا حتقولوا ليش مبسوطة؟ حقول إنه أخيرا رجع لها حقها، وانتشرت الحقيقة اللي أكدت إنه سارة انقتلت لأن هي قاعدة تحافظ على شرفها لآخر نفس.